جينا نشوف حل الحادث. تمام. والآن ننتقل لمحل وساع نجلس ونتشاور ونتحدث. فيما بيننا بدون لا نشتي لا تفوتات ولا ضيع امور نسال على امورنا. نجتمع على شارع الأربعين. ايوه يا امام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى فيديو جديد. تقريبا الأزمات والمصايب توالت على بلادنا كثيرا. الآن قبل 10 دقائق أو نص ساعة حادثة في تعز لانفجار عبوة ناسفة مثل ما يقولون، وراح ضحيتها أبرياء. ونشاهد أيضا ما نزال حتى يعني لم ننتهي من قضية صاحب ريمة الذي قتل في صنعاء، ونشاهد الآن الضبيبي وهو ووقفه مع أهل ريمة في مكان هذه الحادثة. نشاهد الآن وهم بمكان ما وقعت الحادثة الضبيبي وبعض الأعيان الذين يتجمعون في هذا المكان. عموما نسأل الله أن يرفع ما بنا من بلاء وما بنا من غمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام وتحية للجميع هنا من شارع خولان، من موقع الحادثة الأليمة التي حصلت أمس بمقتل هشام حميد الضبيبي وزوجته وإصابة أطفاله هنا في هذا المكان، مع الموجود فيه مشايخ وعيال ومواطنين ريمة الذين احتشدوا اليوم بسبب هذه الحادثة، وللمطالبة في التسريع تحقيقات. أما القبض فقد تم القبض على 6 إلى اليوم، 6 متهمين. هذا هو المكان. جينا نشوف حل الحادث. تمام. والآن ننتقل لمحل وساع نجلس ونتشاور ونتحدث. فيما بيننا بدون لا نشتي لا تفوتات ولا ضيع امور نسال على امورنا. نجتمع على شارع الأربعين. ايوه يا امام. هذا هو المكان الذي تمت فيه الحادثة يوم أمس، هنا في الخفجي حي الحسيني.